ونرجع لكم من جديد في راديو غما. مرحبا بكم ناس الكل. نرحبوا بالاستاذ كمال بن منصور. مرحبا يا استاذ. مرحبا يا وائل. أستاذ كمال، التساؤل متاع اليوم يجينا من عند إيناس من سوسة اللي بعثت لنا ميل تقول: كتب التوكيل عند عدل الإشهاد ومشيت للبلدية باش نعمل منه نسخة طبق للأصل. قالوا لي راهو عقود عدول الإشهاد ما تتعملش منها نسخ طبق الأصل، وأنا حاجتي بنسخة من التوكيل هذا، شنو نجم نعمل أستاذ؟ فما برشا قوانين تمنع الإشهاد بمطابقة الأصل بالبلدية لبعض الوثائق القانونية، مثلا بطاقة تعريف ما نجموش نعملوها نسخة طبق الأصل، بطاقة عدد 3 وإلا شهادة الملكية الصادرة من دفتر خانة ما نجموش زاد نعملوا لها نسخة طبق الأصل، وهذا على خاطر الوثائق هذه ما تثبتش وضعيات مستقرة، يعني الوضعيات متاعها تتغير. نفس الشيء بالنسبة للحجج اللي حررها السادة عضو الإشهاد، فهي حجج رسمية لا يمكن الطعن فيها، وهي أيضا حجج ثابتة التاريخ. هذاك علاش ما يمكنش اعتماد نسخ طبق الأصل منها بمجرد الإشهاد بذلك بالبلدية. والقانون المنظم لمهنة عدالة الإشهاد نظم المسألة هذه وكيفية استخراج النسخ القانونية من هذه الحجج، واللي يتولاها عدل الإشهاد بعد الاطلاع على الدفتر الأصلي اللي محرر فيه الحجة هذه بموجب إذن على عريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية. فالعقود اللي حروها سادة عدول الإشهاد أصولها الأصل هي الدفاتر متاع السادة العدول، والوثيقة اللي يتسلمها الحريف هي نسخة أصلية وما يمكنش اعتمادها للإشهاد بمطابقة الأصل، لأنه ضابط الحالة المدنية بالبلدية لما يقوم بوضع طابع نسخة طبق الأصل فهذا يفترض أنه يكون اطلاع على الأصل، واحنا قلنا كونه الاصل هو الدفتر. في الحاله هذه ما ينجمش يعني ضابط الحاله المدنيه باش يعمل نسخه طبق الاصل وهو عنده نسخه قانونيه، وكانه في الحاله هذه يعمل نسخه طبق النسخه. فبالتالي عدل الاشهاد هو المأمور العمومي الوحيد المختص في استخراج نسخ قانونيه من العقود المحرره لدى عدول الاشهاد، لانه مؤهل للاطلاع على الاصل اللي هو الدفتر سواء متاعه ولا متاع زميله، ويستخرج النسخه بعد التنصيص على الاذن ويمضي بنفسه رفقه جليسه النسخة هذه. وهذا فيه ضمان كبير لحجية العقود اللي حررها السادة عدول الإشهاد والنسخ المستخرجة منها، باعتبار أنه النسخة قبل استخراجها يلزم الاطلاع على الدفتر للتأكد من أنه العقد هذايا مازال قائم وما تمش فسخه ولا إنهاءه ولا إعتامه أو أي تغيير فيه. سوق مثال: إذا كان عندنا عقد زواج محرر لدى عدل الإشهاد، وقت اللي يصدر في شأن الزواج هذايا طلاق، حكم طلاق، الحكم هذا يقع التنصيص عليه بعقد الزواج بدفتر عدل الإشهاد، فإذا ما اطلع عدل الإشهاد على هذا الدفتر لاستخراج نسخة يلقى تنصيص الطلاق يولي يمتنع من استخراجه، ما يخرجش الصداق متاع امرأة مطلقة ديجا. وفي شأن الإذن على عريضة نطمنوا المستمع اللي سالتنا بكونه ماهوش إجراء صعيب برشا باش نخرجوا نسخة، فقط مطلب عادي وسبق وضحنا هذا على ورق عادي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية لطلب الإذن لأي من السادة عدول الإشهاد لاستخراج النسخة المطلوبة. واضح، يعطيك الصحة أستاذ كمال بن منصور على التوضيحات هذا من كل. إن شاء الله إيناس اللي تسمع فينا توا لقات الإجابة اللي حشتها بها. احنا مكملين معاكم في راديو غما وراجعين للموسيقى.